جرينترين واجب وفرض سر إنسان مسلمان أبا طيبة قال دايكو بابا فإن بر الوالدين من أعظم الواجبات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. شبرفت شندي قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له. رب العالمين باشي وشاكيات قال دايكو بابا قريدا تقال عبادة أخو فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله عبادة رب العالمين بك سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال دايكو بابا باش بن وتشاك بن وقدر وابقرن وريز احترام وابل دفوهبتن. وقال هل رب العالمين بيشن سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله. رب العالمين في آيات دا چند ريز بوديكو بابا يا داناي يا بوما ديار كري كو ام مهايش دايكو بابا هبت دايكو باب قدر ريز واحترام وقلك بقدر دف رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني رب العالمين بعبادته خوبا قريدا قدر ريز قرتنا دايكو بابا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إيك جوا هجر بمينيتن ين هردوك هجر مابن أو مازن بن ودانا عمر بن وتوي صاغبي. فلا تقل لهما أف هجر كلمة أف للتضجر يعني بين خوشية وملجرانية ودستجرانية دليتا بين خوش بدنكو أبدا يكو بابل دفتنا. سبحان الله جنابة الإنسان مسلمان حتى بيجت دايكو بابا أف هندي كلمة كاشبي بتشكتر هبايا رب العالمين سبحانه وتعالى علماء بيجن دا بينت. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بما بحث كريا أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. عندك بر الوالدين تشاكيات قال دايكو بابانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بما ديار كريا كوش جهاد يجي باشترا بل قوقو هما أو جهادا. إمام بخاري روايات كد إذ حديث عبد الله كري مسعودي رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله تعالى. خوش تفيترين عمل كارو كردواء عبادات طاعات دف رب العالمين كشكا. قال الصلاة على وقتها نفيجد وقت ويدا بتكرن. قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين باشيت قال دايكو بابا. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله والصلاة وبر الوالدين. هل وصاني لساني إمام بخاري وإمام مسلم رواية كان حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كسك هذا دف بيغمبري عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذن لي في الجهاد إذن بدأ من بجهادي. فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك ديكو بابتا يصاغن قال نعم قد بالي. قال ففيهما فجاهد. بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت ما جهادي قال وابك معناه شيء جهاد قالوا يعني خزمته وابك أو جهاده قدر وابقرا أو جهاده رزا وابقرا أو جهاده هندي ديكو بابيد قرنقن. وفي رواية لأبي داود عنه قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما بزفرة هرا دف ديكو بابي خواه أوا بقر نجينا كيف وابينا كاتشوا أو قرياندنا. قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا امتنع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. برغم ده يعني جمهور زانا علماء بيجن جهاد نينا إلا بإذن ديكو باب حتى ديكو باب بإذن ندنته جناب انتو بتشي جهادي. أبا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إذن ندى أبي كسي أحدى جهادي بكاتب.